كان عندك كام سنة لما عرفتي ان نظرتك ربنا غلط لو شايفة انه هيلعنك وهتخشي النار لو شلتي شعراية من حواجبك؟ والفيديو ده فيه كام نقطة عن الحواجب محتاجين ان احنا نتكلم عليهم شوية. عملت الفيديو ده لنقطتين. اول نقطة بسبب انه جالي كومنتس كتير قوي وكمان رسائل في الخاص عشان للبنات عن طب انا مش بعمل حواجبي، طب انا حواجبي فيها كذا وكذا، طب اعملها ولا لا، طب ايه الحرام والحلال في نقطة الحواجب دي وليه والكلام ده كله. تاني حاجة هي هقولها لكم بعد شويه. اول نقطه انا حابه بس اقولها في بدايه الفيديو وبعد كده هنسترسل في الكلام الكتير قوي اللي احنا هنتكلم فيه بقى اذا كان دينيا ولا شكليا ولا كل حاجه تمام ليها علاقه بالحواجب. اولا انا مش صاحبه خبره دينيه او ان انا مثلا متعلمه التعلم الفظيع في الدين، ولكن انا عملت سيرش كتير قوي عشان اطلع اعمل الفيديو ده، وعملت سيرش اوريدي لما جيت اخد قرار ان انا ابطل اعمل حواجبي. اي حد عنده تصحيح ديني عن اي نقطة مثلا انا تخطيتها بدون قصد مني او حاجة عامة انا قلتها في الدين، ارجوكوا صححوها في الكومنتس. تمام، اي حاجة ليها علاقة بالدين بس. انما انا كلامي محدش يعيب عليه. مبدئيا كده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي الفاعل والمتنمصة هي المفعول به. يعني وانس ان انا بكامل القوايا العقلية اروح للست اللي هي الكوافيرة واقول لها اعملي لي حواجبي، اذا انا المتنمصة وهي النامصة. ايه بقى معنى النمص؟ والموضوع ده لقيت معناه على جوجل عادي، اعملوا سيرش على جوجل هتلاقوه، ان انا الهف في حواجبي. يعني ايه؟ زي ما كل استنوا بس عشان اوقات في ناس بتاخد الكلمة من جوجل وتحفظها وخلاص، لا، زي ما كل الناس بقى الداعيين والشيوخ والكلام ده كله بيقولوه. فاكتشفت ان هو اي طريقة تلعبي فيها في حواجبك ده اسمه نمص. ليه بقى اسمه نمص؟ وانتوا عارفين ايه اكتر حاجة شغلت بالي بعد ما عرفت ان هو اوكي واي حاجة اعملها في حواجبي دي حرام او ربنا لعنها؟ علتين لقيتهم. اول علة هو تغيير خلق الله، الحواجب بتغير خلقتنا. تاني حاجة لانه بيخش في بند التجميل او التزيين. طبعا ربنا حرم ان احنا نتزين بالشكل اللي احنا شايفينه ده او باي شكل تاني لاي حد غريب ان هو يشوفنا وكده. عايزة اقول نقطة صغيرة كده لاي حد ممكن يفكر انه عمل الحواجب مش بيغير خلقتنا. انا الحاجة دي محبش اذكرها خالص، ولكن اصلا بصوا مش هقول لكم الحاجة اللي انا مش عايزة اذكرها دي، هقول لكم حاجة تانية. جربوا الفلتر بتاع الحواجب على التيك توك او في اي حتة، هتلاقوا انه سبحان الله اي حاجب غريب بتحطيه على شكل وشك بيغير من خلقتك، وده حرام. حرام ان احنا نغير من شكلنا. قريته كمان ان جميع الفقهاء والجمهور الفقهاء اتفقوا على نقطة صغننة قد كده، هي ان اي حاجة هتعمليها في حواجبك لغرض التزيين، هقص حواجبي عشان يكون شكلها لطيف. انا هكلمكم على فكرة في ايه اللطيف وايه اللي مش لطيف وليه احنا عندنا اصلا مفهوم غلط عن الحواجب. تمام، اصل هعمل ايه في حواجبي عشان يكون شكلها مش عارفة ايه. اي حاجة فيها غرض التزيين هنا حرام. نخش بقى في كل النقط اللي احنا عايزين نتكلم فيها مع بعض دلوقتي عشان نرد على كل الكومنتات يعني كان في بعضها جميل جدا جدا جدا، ربنا يا رب يكتب لنا الموضوع ده كلنا في ميزان حسناتنا، وكان في حاجة تانية بايخين جدا. تمام، اول حاجة كلهم اتفقوا ان المنطقة دي ملهاش دعوة بالحواجب. طيب يا فاطمة ايه اللي ليها علاقة بالحواجب؟ بص انا مقربه لكم ومش حاطة فلتر، ده وشي. اللي له علاقة بالحواجب كل ما هو على عظمة الحاجب. عشان كده عايزين نتناقش في نقطة انه هشيل الزيادة عن الحواجب. مفيش حاجة اسمها زيادة عن الحواجب. اي زائد عن الحواجب ده في وشي، اي زائد عن الحواجب ده في جفني، فمفيش زيادة عن الحواجب. الحواجب ده شكلها. لما اي بنت دلوقتي بتروح الكوافير تمام وتقول لها انا عايز اشيل الزيادات، ده احنا بنفتكر ان ده الزيادات، بس ده بصوا فين، ده على عظمة الحاجب. عظمة الحاجب اهي، او عظمة الجمجمة اللي فيها جزء الحاجب اهي. تمام، فده اول ما بنيجي هنا عن العظمة مش بنشيله لان ده ليه علاقة بالحواجب. ايه اللي ملهوش علاقة بالحواجب؟ الشعر اللي فوق ده، اللي اصلا ما فيش شعر بيطلع هنا. مفيش شعر بجد بيطلع هنا. واي حد بجد كتب لي كومنتس ان انا شايله الشعر اللي فوق، انا مش شايله الشعر اللي فوق. انا دلوقتي مش حاطه حاجه على حواجبي، بس مسرحاه بمسكره بس كده، مسكره الرموش اصلا. انما لما بيكون ثابت واقف كده لفوق فبيبقى بيهيأ لكم ان انا منضفه فوقه، بس عشان هو متحدد بوقفته. انا مش بشيل اللي فوق ده، واللي فوق ده ده حواجبي اهو، ده ستيل شعر حواجبي. امتى مبيبقاش شعر حواجبي؟ لو مثلا طالع لي شعرتين هنا كده، شايفين انا حاطه الفرشه فين؟ ده كده ده مش حواجب. فلو انت هتروحي الكوافير عشان تشيلي ده،
ده كده ما اسموش تنظيف حواجب، وهنتكلم في نقطة التنظيف دي برضه بعد شوية. ده اسمه شعر جبهة او شعر على الجفن زايد، لو في عندك شعرتين هنا كده متنطورين. انا اكتشفت النقطة دي من ايه بقى؟ متخيلين انا شعر حواجبي متوزع ان هو تقيل 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 تقيل، وفي هنا حبة خفاف، تمام. لو في بنت عندها نفس رسمة حواجبي، ولكن بنشوف كلنا البنات دي هي من هنا لحد هنا شعر حواجبها اسود وكثيف، دي طبيعة شعر. هل البنت دي لما تروح الكوافير، الكوافيرة مثلا مش هتلاقي عندها شعر حواجب زيادة؟ لا، هي هتبتدي ان هي تشيلها شوية من تحت وتشيلها شوية من فوق عشان ترسم لها شكل حواجبها. اذا احنا اتفقنا ان الحواجب من هنا لحد هنا، شعرك بقى خفيف، شعر حواجبك تقيل، شعر حواجبك مش عارفة ايه، ده حاجب. كل ده بشعره اللي تحت بشعره اللي فوق ده حاجب. فمفيش حاجة اسمها تنظيف حواجب، لان طالما انا هنضف يبقى انا هغير من رسمتها، يبقى انا هحددها، يبقى تمام. وده مش كلامي لوحدي، ومنطقيا ده الواقع، تمام. في بقى نقطة مهمة مستفزياني جدا وانا كاتمها بقى لي كام يوم من وقت ما نزلت الفيديو دلوقتي، نقطة تنظيف الحواجب. شايفين من سخافة الشيطان ان هو يعني هيئ لنا ان الحواجب محتاجة تتنضف؟ اولا حواجبنا مش بتأمل يعني معلش، الحواجب مثلا مش بيطلع فيها حشرات، الحواجب مش بتعرق، الحواجب مش مثلا بعد الشر عنا وعنكم كلنا يا رب مش بيطلع فيها حبوب فنحتاج ان احنا ننضفها، عشان الحواجب كائن بذاته فالشيطان اخترع لنا حاجة اسمها تنظيف الحواجب، تمام، عشان نفتكر ان هي فيها حاجة غلط محتاجة ان احنا ننضفها. الحواجب ما فيهاش حاجة غلط تحتاج تنظيف. عشان بس نختم النقطة دي قبل ما نخش النقطة اللي بعدها، تمام. النقطة اللي بعدها برضه مستفزة شوية بالنسبة لي، ان اي شعراية شكل شعر الحاجب، بس اللي يفرق بينها وبين شعر الحاجب ان هنا في كثافة وهنا مفيش كثافة، شعر الحاجب، وده اللي بيرسم لنا حواجبنا. النقطة اللي انا عايزة اتكلم فيها بقى هي ليها علاقة جالي كومنت، استنوا، جالي كومنت قبل الكومنت السخيف اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. جالي كومنت من ولد، وانا هقول ولد ان هو مش راجل، بيقول لي انا راجل، تقريبا كان لسه متعلم الكلمه جديد، انا راجل وبقول لك شكلهم وحش وروحي اعمليهم في الكوافير. اقسم بالله الكومنت ده كان على الانستجرام، تمام. شفته كنت قاعده في المشروع، فضلت اضحك، بس انا كنت عماله اضحك بس من عبط عبط الكومنت. اقسم انت يعني انا مش هشتمك عشان ما اخدش ذنب، ولكن انت محتاج تتربى، عارف انك محتاج تكون راجل زي ما انت كاتب كده في الكومنت. ندخل على الكومنت اللي كان واحد من اسباب ان انا اعمل فيديو النهارده، هو انه نظرتي لربنا غلط لو انا شايفه ان هو هيعاقبني عشان كام شعرايه في حواجبي، وان ربنا جميل ورحيم جدا جدا جدا. حد هيتكلم عن رحمه ربنا هيبقى انا. ايه بقى المفهوم الغلط ده؟ ايه ده؟ عارفين اصلا الكومنت ده على فكره انا بشوفه اكتر في فيديوهات ناس غريبه كده، تمام. انه عادي اعمل حاجه غلط وربنا هيرحمك، ولله المثل الاعلى. عايزه اقول حاجه، لو رئيس الجمهوريه دلوقتي جاء قال اللي هيمشي مثلا بسلاح في الشارع احنا هنقبض عليه، فنقول لحد ماشي بسلاح في الشارع ما تقلقش الرئيس ده طيب جدا، امشي بسلاح عادي ما يهمكش، هو هيرحمك. تفتكر ان الرئيس ده هيعاقبك عشان انت ماشي بسلاح في الشارع؟ اكيد لا، مش هيعاقبك عشان كده، مع ان الرئيس هو اللي منزل القرار. فبالظبط ده اللي حاصل بقى ايه، ولله المثل الاعلى. اكيد ربنا قال لعن الله النامصه والمتنمصه. يطلع لي حد كده من اللا شيء يقول لي هل انت تعتقدي ان ربنا الرحيم الجميل هيعاقبك عشان انت شلتي كام شعريه من حواجبك؟ ما سمعتش الكلام، عشان قال لي ان المفروض ما اعملش حاجه معينه فانا عملتها. زي ما انا مثلا ربنا قال ولا يبدين زينتهن، حاطه ميك اب دلوقتي قدامكم، ربنا هيعاقبني. حاسه ان انا وقحه جدا وانا بقول كده بجد، حاسه ان انا مش المفروض اكون حاطه ميك اب عشان ما يبقاش بجاحه كمان بجد حاسه ان انا بجحه جدا، بس ان شاء الله الواحد بيتحسن مع الوقت باذن الله. ودي حاجه انا اسمها ايه اللي هي بحاول احسن نفسي فيها. ما ينفعش يكون عندي انا كلام من ربنا بيقول لي لو عملتي 1 2 3 تمام هتخشي الجنة، ولو عملتي 1 2 3 هتخشي النار، فانا اخد رقم 2 واعملها واقول ربنا رحيم
مش هيدخلني النار عشان انا عملت كذا، مع ان انا عاندته، كاني انا بقول له انا الكلام ده مش هيلزمني وانا هعمل حواجبي عادي عشان ده الشكل اللي انا شايفاه مناسب ليا احسن ليا، وانا مش هسمع الكلام، وانت يا رب رحيم ان شاء الله تغفر لي. في ناحية ما ينفعش ندعي دعاء ونقول ان شاء الله يا رب تحققه لي، يعني ادعي دعاء وانتي متيقنه انك ان هو يستجيب، فما تقولش ان شاء الله. فاهمين؟ مش عارفه ليه دخلت في النقطه دي بس القصد يعني حاول احط الفرشه، وقعت برضه. نعتقد ان ربنا هيعاقبنا على اخطائنا، نتعشم فيه ان هو يسامحنا ويغفر لنا، بس ما كنش انا عارفه ان ربنا حط لي عذاب معين او عقاب معين، ولا ربنا رحيم مش هيعاقبني بيه بس انا عايزه اعمله. يعني اصلا الكومنت الصراحه لما شفته اصلا هو كان من اوله لاخره غلط وكان غريب ومريب، بس حسيت ان التفكير ده مش تفكير البنت دي لوحدها، هو تفكير بنات كتير جدا، وجيل كده طالع فاكر ان ربنا رحيم هيغفر لنا كده كل حاجه احنا بنعملها غلط، مع انه هو احنا عارفين ان الحاجه دي غلط بس اللي هو بقى ربنا هيغفر لنا عشان هو رحيم، وهو برضو كان شديد العقاب، واحنا اكيد مش عايزين نزعله مننا حتى لو مش خوفا من عقابه، ولكن احنا المفروض نخاف من عقاب ربنا. فاهمين؟ انا حاسه ان الفيديو طول قوي واتكلمت في نقط كتير جدا، بس انا كل النقط دي كان لازم اتكلم فيها، انه مش صح ان احنا نستهون بامر ربنا، وخصوصا امر احنا في مخيلتنا ان هو صعب. يعني عارفين مثلا بخصوص الميك اب، انا هقول الكلمه دي واقفل والله، بخصوص الميك اب تمام، انا فاكره ان هيبقى شكلي وحش قوي لو طلعت من غير ميك اب، مع ان انا مثلا اخواتي كلهم البنات ما بيحطوش ميك اب وهم نازلين، مع ان مثلا الولاد كلهم ما بيحطوش ميك اب وبينزلوا عادي بهالاتهم ورقصهم بينزلوا بكل حاجه بشعه جدا في وشهم ومش بيهتموا. احنا البنات بس بيبقى في خيالنا ان احنا لو دريت شعري هبقى وحشه، والله انا مدارياه اقسم بالله ما بطلع شعري ولا عمري فكرت ان انا اطلعه، تمام. لو انا مش عشلت سبت حواجبي كده على طبيعتها هبقى وحشه، لو انا بطلت ميك اب هبقى وحشه، مع ان هي بس نظرتك اللي في خيالك ان انت هتبقي وحشه لو بطلتي تعملي كذا، بس هو في الواقع انك هتبقي بنت عادي جدا، ستيل شكلك حلو زي ما انت عايزه، مفيش اي حاجه متغيره غير نظرتك انت لنفسك. ده كان فيديو النهارده بس كده، ربنا وحده عالم ان انا مش طالعه اقول لكم بصوا بقى الشطاره بتاعتي لان انا بطلت اعمل حواجبي والكلام ده، انا طالعه ارغي كل الرغي ده عشان لو في واحده بتفكر ان هي تعملهم ما تعملهمش، ما تعمليش. بس شكرا، والسلام عليكم.